من شهرين بالظبط عملت لكم فيديو عن اسعار الديب فريزر وقارنا بين افضل ماركات الديب فريزر الموجوده في السوق. تعالوا بقى النهارده نعرف الاسعار بعد زياده الدولار الرهيبه ووصوله ل 32 جنيه. يلا بينا نبتدي الفيديو. بس لو اول مره تشوفيني انا اسمي فاطمه، بعمل فلوجات وريفيوهات كتير. مش تنسي تشتركي في القناه ولايك وشير كتير للفيديو. يلا بينا نبتدي. واول ديب فريزر معانا هو ديب فريزر كريازي. ديب فريزر كريازي من الماركات المحترمه جدا اللي بتقابليها. هو سعره 12999. هو بيبقى 6 درج. هو كلاس A. استهلاكه للكهرباء بيبقى قليل جدا. دي فريزر من الديب فريزرات اللي السعة اللترية بتاعتها كبير جدا، يعني هو ديب فريزر ضخم جدا. والادراج بتاعته بتبقى واسعة جدا. بس في ناس كتير اخر 5 او 6 سنين بيشتكوا من الصيانة. ان الفنيين اللي بيروحوا مش بيبقى على قدر كافي ان هم يصلحوا الاجهزة. لا، وكمان بيدوخوهم عمال ما بيردوا. زي ما انتم شايفين كده، الديب فريزر بتاع كريازي كمان بيتميز ان الدرج تحتيه رف، يعني تقدري تحملي على الدرج زي ما انت عايزة. الجودة بتاعت الادراج معقولة، نقدر نقول ان هي معقولة. طبعا انا عامله لكم ريفيو عنه، هحطه لكم فوق في الفيديوهات المقترحة. متكلمة عنه باستفاضة، ومتكلمة عن كل العيوب والمميزات اللي موجودة فيه. طبعا دلوقتي هو سعره اتغير وبقى سعره 14828، ده بعد زيادة الدولار. السعر التريه بتاعته كمان نسيت اقول لكم ان هي 270 لتر. تعالوا بقى نشوف الديب فريزر اللي بعد كده. هو ديب فريزر بيكو. كان سعره ساعتها لما انا صورت من 15 يوم بالظبط كان سعره 19499. دلوقتي بقى سعره 20299، يعني زاد 1000 جنيه. والسعة اللترية بتاعته 282 لتر. استهلاكه للكهرباء 32 كيلو وات في الساعة. ونخلي بالنا يا جماعة لأن في لترات مختلفة، يعني بيبقى 8 درج بس بيبقى اللترات مختلفة، ده 282. وفي كمان 312 وفي 404، وطبعا سعر كل واحد بيختلف. طبعا كل ما السعة اللترية كبرت كل ما السعر زاد. زي ما انتوا شايفين كده الباب ما بيبقاش فيه أي رف ولا أي حاجة. ده بيبقى شكل الباب بالظبط. وده بيبقى شكل الأدراج. أول درجين مش بيتفتحوا زي أي درج عادي. لأ، أول درج ده بيتفتح لفوق، وتاني درج ده بيتفتح لتحت. وتقدري كمان ان انت تشيلي الرف اللي بينهم. الميزه ان في بقى بينهم رف وتقدري تحركيه، وتقدري تشيليه خالص لو انت عايزه تحطي حاجه عاليه، مثلا عايزه تحطي حله كبيره، عايزه تحطي اي حاجه ومش عايزه يبقى في حاجه فاصل بينهم، فتقدري تستغني عن الرف خالص. زي ما انتم شايفين كده في فتحات تبريد بتوزع الفريون بالتساوي ورا كل درج. دي بقى القطعة دي بتبقى مع بيكو بالذات. القطعة دي بتفضلي حطها في الفريزر كده عشان تبقى مجمدة، عشان في حالة لا قدر الله ان النور اتقطع بتحطي الحاجة عليها وما بتسيحش. الادراج بتاعته مقاسات مختلفة. طبعا كل ما نزلتي كل ما كان اصغر علشان الموتور. مع ان في ناس كتير بيشتكوا من الموضوع ده. عايز اقول لكم ان بيكو ده اكتر ماركه احترت فيها. في ناس كتير جدا بتشكر فيه، وفي ناس كتير جدا بتقول انها اسوأ شركه. بصراحه انا مش عارفه، عشان كده بتجنب الكلام عنها. تعالوا بقى نتكلم على الديب فريزر بعد كده، وهو ديب فريزر فريش. كان سعره ساعتها 13950. دلوقتي بقى سعره 16484. وهو 255 لتر. هو بيبقى كلاس A. استهلاكه للكهرباء مش عالي ابدا. بيبقى فيه شاشة ديجيتال من بره زي ما انتم شايفين كده. الادراج بتاعته عادية جدا، مش زي بيكو بتتفتح لفوق وتتفتح لتحت. لا، الادراج كلها ادراج عاديه جدا شفاف زي ما انتم شايفين كده. جوه الدرج من جوه ابيض. ورا كل درج هتلاقوا فتحات للتهويه والتبريد ولتوزيع الفريون بشكل سليم. الكواليتي بتاعتها، في بعض من الناس بيشتكوا ان الكواليتي بتاعت الادراج بتاعت فريش مش متينه الى حد كبير، ومش موجود في رف تحتيها ولا اي حاجه. طبعا الرف بيساعد انك تحافظي على الدرج بتاعك. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده، وهي ماركة وايت ويل. وانا عامله لكم على فكرة ريفيو عن وايت ويل 7 درج انفرتر. شوفوه الفيديو ده حلو جدا. كان سعره ساعتها 12999. ده 6 درج 188 لتر. دلوقتي عايزة اقول لكم ان هو سعره بقى 13299. طبعا زاد عشان زيادة الدولار.
هو بيبقى كلاس A، استهلاكه للكهرباء 31 كيلو وات في الساعة. وايت ويل برضو من الماركات اللي نقدر نقول ان هي محترمة جدا، بس انا مش بفضلها في كل الحاجات. يعني في شركة بتبقى مميزة بحاجات معينة او اجهزة معينة. بس وايت ويل كويسة جدا في الديب فريزر. انا عن تجربة، انا عن نفسي عندي وايت ويل، عندي 7 درج انفرتر. بشوف الفيديو ده حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده، اول ما بتفتحوا بيبقى فيه فتحات للتبريد. طبعًا الإدراج، الدرج الأولاني بيتفتح لفوق، وبعد كده إدراج عادية جدًا. هو السعة بتاعته حلوة جدًا، ممتازة جدًا يعني. هو 188 لتر وهو بيبقى 6 درج. وفي زراير من فوق كده تقدري تضبطي منها درجات الحرارة، وطبعًا الOn والOff عشان تقفلي وتفتحي. الدرج مساحته كبيرة جدًا. بس أنا كمان بافضّل الموديل بتاع ال7 درج، بصراحة أبدعوا فيه. تعالوا بقى نشوف الموديل اللي بعد كده، هو برضه وايت ويل بس 5 درج. كان سعره ساعتها 9999، دلوقتي بقى 10999 وبرضه زاد 1000 جنيه. هو بيبقى كلاس A، استهلاكه للكهرباء 34 كيلو وات في الساعة. زي ما قلت لكم برضه ماركة وايت ويل كويسة جدا في الديب فريزر، من الديب فريزرات الكويسة الموجودة في السوق. أول بقى ما تفتحوا الديب فريزر بتلاقوا أول حاجة شبكة. بصراحة أنا مش باحب الديزاين بتاع وايت ويل 5 درج ده. الشبكة دي باحسّها إن هي ضعيفة أوي على إن هي يتحط فيها حاجة، وسهل إن هي تتكسر. بعديها الإدراج بالشكل ده. هي الإدراج حجمها مناسب جدًا، كبيرة، يعني كلّها كبيرة تقريبًا وكلّها حجم واحد. الquality بتاعتها متوسطة، يعني يعني نقول 7/10، كويسة جدًا. طبعًا في زراير للon والoff وإيه تضبيط درجة الحرارة. تعالوا بقى نشوف الdeep freezer بعد كده، وهو تورنيدو. تورنيدو أثبتت كفاءتها في الفترة الأخيرة جدًا. هو 5 درج. كان ساعتها ب10.005 زي ما أنتم شايفين كده، دلوقتي سعره 12.700. بس بصراحة السعر ده على أمازون، لإني قعدت أعمل search في بيتك وكده، فمش عرفت أجيب السعر الجديد بتاعها، هم مش حاطين. بس كانت على أمازون ب12.700. في ناس كتير جدًا بتشكّر في تورنيدو جدًا، وبيقولوا كمان إن هو أحسن من شارب جدًا. الكلام عليه في الفترة الأخيرة كان كبير جدًا، في ناس كتير جدًا بتشكّر فيه. الإدراج عريضة أكتر ما هي طويلة. حجمها مناسب جدًا. خصوصًا إن هي 5 درج، وفي زي ما أنتم شايفين كده ترموستات من جوّه كده بتقدري تغيّري درجة الحرارة، وفي كمان خاصية التفريز السريع. الدرج يعني كمتانة كويس جدًا. بصراحة كل اللي جرّب تورنيدو شكّر فيه جدًا. تعالوا بقى نشوف الdeep freezer بعد كده، وهو كان deep freezer ألاسكا. هو لونه أبيض زي ما أنتم شايفين كده. هو بيبقى 5 درج، استهلاكه للكهربا 21 كيلو وات في الساعة، وبيبقى 220 لتر. سعره كان ساعتها 7495، دلوقتي للأسف سعره وصل ل8400. استهلاكه للكهربا هو class B. يعني class B مش بتستهلك كهربا أوي. بس أنا هاقول لكم بقى على الصدمة أول ما فتحت. أول ما فتحت لقيت الشكل ده. بصراحة الإدراج ضعيفة جدًا، جدًا، جدًا. بصراحة أنا بانصحِك ما تدفعيش فيه جنيه. الأدراج خفيفة جدًا، يعني تقريبًا لو وقعت منِّك على الأرض هي اتكسرت خلاص. حسيته إن هو من الماركات يعني في ماركات كده خصوصًا يعني خسارة إنِّك تدفعي فيها فلوس. ما بافضّلش الماركة دي، مش هاقدر أقول لكم عنها بصراحة وأوافق وأقول إنها حلوة وأنا مش مقتنعة بيها تمامًا. أنا أول ما شُفت المنظر ده وفتحت الدرج، أصلًا الدرج تحسيه بُصّوا يعني أكنه هيتخلع مني، أكنه حاجة ورق كده. بصراحة هي قافلة الديب فريزر، وكان في ديب فريزر شبهه ما رضيتش أكمّل ولا أعلن عنه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم على خير وأشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني.